حقق المنتخب الياباني المفاجأة الكبرى الثانية في مونديال قطر بعد فوزه على المنتخب الألماني في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دور المجموعات. وافتتح المنتخب الألماني مجال التهديف من خلال ضربة جزاء سجلها لاعب مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان في الدقيقة 32 من الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول على نتيجة 1-0 لصالح المنتخب الألماني. وبقيت النتيجة لصالح هذا الأخير حتى الدقيقة 75، حيث سجل دوان ريتسو هدف التعديل لصالح اليابان. وفي الدقيقة 84 أضاف الظهير الأيمن تاكوما أسانو الهدف الثاني ليقلب المنتخب الياباني تأخره بهدف لفوز بهدفين. وأصبح فوز المنتخب الياباني على المنتخب الألماني ثاني مفاجآت هذه الدورة بعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني.